امريكا لما كانت بتحرق مليارات الدولارات في صواريخ توماهوك وهي بتضرب ايران، وسحبت صواريخ باتريوت من كوريا الجنوبية وبعتتها للخليج، كان في بقى دولة تانية بتتفرج وبتسجل كل اللي بيحصل علشان تتعلم منه وترسم خريطة للمستقبل. اخطر تقرير لاكسيوس بيكشف ان الصين هي اكبر كسبان من الحرب على ايران. تخيل دي. وعارف كسبت بايه؟ بالمراقبة. ايوه تقول لي يعني ايه يا بهاء؟ امال هتقول لي مين؟ ما هي النقطة صفر هي اللي بتقول لك كل حاجة. انت ازاي لسه ما اشتركتش في القناة لحد دلوقتي؟ المهم كمل معايا الفيديو للاخر وانت تعرف، وانت في الاخر هتبقى تشترك لوحدك. اي حرب ما بين اي طرفين العالم كله بيتابع اخبارها. الاخبار بقى اللي الناس كلها بتتابعها دي في ليها حسبة تانية بس مش هتشوفها في الاعلام. اللي بيحصل والكل بينشغل بالتفجيرات وبالعناوين الكبيرة، دايما في حد تاني شايل ورقة وقلم وبيكتب وبيرصد وبيتعلم. ازاي بقى الصين من غير ما تضرب رصاصة واحدة هي اللي كسبت؟ لا يا بيه، انا معايا مصادر وخلينا نتكلم بالارقام. امريكا استخدمت تقريبا 80% من مخزونها. مخزون ايه بقى؟ صواريخ JASSM الشبحية في حربها على ايران زي ما اكسيوس بيقول، وسحبت كمان الاحتياطي بتاع الصواريخ وبعتتها للخليج والاسرائيل، واستنزفت كميات مهولة من صواريخ باتريوت وساد، ده غير كمان صواريخ توماهوك والاف المسيرات. وبكده امريكا بتفقد احتياطي استراتيجي من الصواريخ. ده بقى يخليها تعمل ايه؟ تضاعف الانتاج 4 مرات علشان تعوض النقص ده. فمين اللي يكسب من كده؟ هي الصين. كل اللي حصل ده بقى العسكريين بيقولوا عليه ان الصين خدت دورة تدريبية في الحرب ببلاش، وتعرفوا في الدورة دي على فنون الحرب الامريكية الحديثة. ازاي امريكا مثلا بتستخدم الذكاء الاصطناعي في تحديد الاهداف، وازاي كمان بتشتغل مجموعات حاملات الطائرات مع بعض. كمان المسيرات الايرانية الرخيصة ازاي قدرت تستنزف الاف الصواريخ الاحتياطي من امريكا. يعني من الاخر كده الصين اللي مقبلة على التخطيط لغزو تايوان، فده احسن تدريب ليهم ممكن يشوفوه ومن غير ما يدفعوا ولا مليم. خد عندك بقى النقص اللي حصل في الأسلحة الأمريكية بيخدم الصين بس من ناحية تانية. عايز أقول لك إن الصين بتسيطر على 70% من تعدين العناصر الأرضية النادرة. إيه العناصر دي بقى؟ مهمة جدا في التصنيع العسكري. تقول لي إزاي؟ أقول لك إزاي. ببساطة كل صاروخ وقنبلة وطيارة ذكية فهي بتحتاج العناصر الأرضية النادرة دي في أنظمة التوجيه بتاعتها الدقيقة علشان تضرب منشأة بعينها أو تستهدف حاجة محددة، زي ما حصل كده في اغتيال المرشد الإيراني. فلازم تستخدم الأسلحة الذكية. الأسلحة دي بقى أنظمة التوجيه بتاعتها بتتصنع من العناصر الأرضية النادرة دي، وأمريكا نفسها بتعتمد على الصين في توريد العناصر دي. عايز أقول لك على معلومة كمان، البنتاجون خد قرار بحظر استيراد العناصر دي من الصين، وهيتم تطبيقه في 2027. يعني كلها كام شهر كده ويوقف استيرادها، بس ملقاش البديل ليها لحد دلوقتي. التقرير بيأكد إن البديل المحلي الأمريكي للعناصر دي مش هيكون جاهز قبل قد إيه بقى؟ بيقول لك سنين، لأنها ما عندهاش التكنولوجي اللي تستخرج بيها العناصر دي او تفصلها من الارض علشان تستخدمها في التصنيع العسكري. يعني من الاخر امريكا بتحارب اي نعم بسلاح امريكي، ولكن جزء كبير جدا منه في ايد الصين. الاستفاده اللي مش هتصدقها بقى كمان للصين ان كل ما مضيق هرمز يقفل ويفتح فده بيحقق لها استفاده كبيره، زي ما اسعار الطاقه والبترول كده بتضرب في السماء. فده بيخلي الدول تسعى لتامين بديل حقيقي للطاقه او الوقود الاحفوري. فالكل هيدور على ايه بقى؟ ايوه، الطاقه الشمسيه والرياح والعربيات الكهرباء. وهنا بقى المكسب الحقيقي للصين، لانها مش بتنتج الحاجات دي وبس، لا دي بتسيطر على اكتر من 70% من سلاسل الامداد لكل ده. يعني كل ما العالم بيبعد عن البترول فهو في الحقيقه بيقرب من الصين اكتر واكتر. جبت لك خبر بقى بيأكد الكلام ده من بريطانيا. وزير الطاقه هناك قال لك انه هيعمل مؤتمر ويقول فيه ان عصر الاعتماد على الوقود الاحفوري ده اللي هو البترول يعني ماله بقى؟ انتهى. والله زي ما بقول لك كده. وزير الطاقه بيقول ان دي الصدمه الثانيه اللي بيتعرضوا ليها في اخر 5 سنين، وبيعلنها كده صريحه، لازم نسرع وتيره التحول للطاقه النظيفه. واللي مين رقم 1 فيها؟ ايوه شاطر كده، هي الصين. في حاجه كمان بقى بيأكد عليها تقرير اكسيوس ده، وهي ان مشروع الصين للذكاء الاصطناعي خد دفعه كبيره جدا بسبب الحرب دي، لان في شركات امريكيه كبيره زي مايكروسوفت وانفيديا اتاثروا بالضربات الايرانيه. هنا بقى يجي مكسب كمان للصين، لانه بيعتبر القوة الثانية عالميا في الاي اي، والفترة اللي جاية هيكون في صعود صيني كبير جدا في المجال ده. الحرب دي علمتنا درس مهم جدا، مش دايما اللي بيضرب هو اللي بيكسب، او ان المنتصر من الحرب يبقى حد من الاطراف اللي بيتصارعوا اصلا. والحرب دي كمان بتعلمنا اننا نتابع النقطة صفر، لانها هتقول لك اللي محدش هيقوله لك. اكبر مستفيد من الحرب ممكن يكون اللي ما دخلهاش اصلا، وزي ما بيقولوا في عنوان التقرير ان الصين كسبت بالمشاهدة وبس. ها لسه ما اشتركتش؟
سلام.